التحية والتقدير لحضراتكم في حلقة جديدة من النادي العربي. في كل حلقة بنحاول نطل على دولة من دولنا العربية المختلفة. النهاردة هيكون اللقاء مع الشاعر والأديب الأستاذ محمود مفلح من دولة فلسطين. برحب بيك أستاذ محمود. شكرا لكم، لي الشرف أن أكون بينكم في هذا البرنامج النادي العربي وأكون ضيفا من ضيوفكم، وأنا أعلم أنكم لا تستضيفون إلا من تثقون به، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم. أستاذ محمود، يمكن نتكلم عن يعني مشوار حضرتك الأدبي اللي هو بتنتمي إلى الثقافة والشعر والأدب وإلى ذلك، لكن خلينا نعود إلى الوراء نوعا ما ونتكلم عن النشأة، لأن النشأة الأولى هي التي يعني بترسم ملامح وطريق شخصية أي حد. فخلينا نقول من فلسطين، من أي منطقة ومن أين بدأ الشعر أو الحب الثقافة والأدب؟ شكرا على هذا السؤال الجميل. أولا أنا مسيرتي الأدبية تمتد إلى أكثر من نصف قرن، 50 عاما، وأنا أمارس الكتابة والقراءة والنقد والشعر والقصة وغير ذلك. ولي الشرف أن أقول إنني ولدت في قرية فلسطينية جميلة جدا على ضفاف بحيرة طبرية، هناك حيث السيد المسيح قد مشى على الماء. هناك في قريتنا قرية اسمها سمخ، قريبة جدا من طبرية. طبرية هي الكبيرة وسمخ. وهذه القرية الصغيرة العجيب أنها أنجبت عددا كبيرا من الشعراء الفلسطينيين المرموقين والمعروفين. أكثر من 7 شعراء معروفين أنجبتهم هذه القرية الصغيرة. يبدو أنها قرية ساحرة وجميلة. إذن البيئة هي التي أثرت في مشوار حضرتك أو في اختيارك الأدب والشعر والثقافة؟ البيئة أثرت تأثيرا كبيرا، ولكن هناك عامل أهم من البيئة هو عامل الوراثة. أنا ولدت من أسرة شاعرة، أخي الكبير شاعر معروف وله 8 دواوين شعرية، والدي شاعر، جدي شاعر، إذن أنا ولدت من أسرة شاعرة منذ مئات السنين. طيب، يعني أين بدأت أو كيف بدأت حب الشعر والثقافة والأدب، أو بمعنى آخر يعني أو كيف اكتشفت أنك تستطيع أن تنظم الشعر أو تكتب القصص أو إلى ذلك؟ أولا عندما كنت وأنا عمري 12 عاما، عندما كنت أسمع شاعرا في أحد المحافل ينشد شعرا، كنت أشعر بالغيرة، كنت أغار، أحس أنني أملك هذا الصوت، أملك هذا، ولكن لا أستطيع. كنت صغيرا بطبيعة الحال، وكنت أذهب إلى البيت لأقلد ما سمعت من الشعراء الكبار. ثم اكتشفت أن لدي موهبة فعلا. في سن 16 من عمري كتبت القصيدة الأولى. وفي تفتكر كان اسمها ايه يا استاذ محمود؟ او والله نسيتها، بس اول قصيده نشرتها في عام 64 في عهد مبكر كان اسمها قل للمشيح، ويعني كانت مفاجاه بالنسبه لي، مفاجاه عظيمه. يعني كنت اقتنيت المجله التي نشرت فيها القصيدة، وكانت تنام تحت رأسي لأن لي فيها قصيدة. وكلما زارني أحد أقول له انظر لقد نشرت قصيدة. هذا يعني بمثابة الولد الأول، فرحة الولد الأول كانت هذه القصيدة، وعنوانها قل للمشيح. كنت متأثرا فيها بقراءاتي في الشعر القديم والأموي.
واكيد طبعا ان اي شاعر عشان يكتب الشعر لابد ان هو يكون عنده ثقافه عامه من بدايات الشعر وعصور الشعر المختلفه. يمكن الشعر الجاهلي ده كان من اقوى انواع الشعر، فاعتقد ان هو طبيعي انك تتاثر بالشعراء القدامى. طبعا أستاذة، طبعا يعني الشعر موهبة، مم. والموهبة إذا لم تثقل بالثقافة المستمرة والاطلاع. والاطلاع الواسع، مم. الشعر إن لم تعطه كلك مم. لا يعطيك شيئا. تمام. تعطيه كلك، يعني الشعر ليس ترفا، اه. الشعر رسالة، والشعر قضايا. فأنا أقول لأنصاف الشعراء أن يكسروا أقلامهم ويتنحوا جانبا مم. لأصحاب المواهب الحقيقية. هناك شعراء كبار معروفون. تمام. فالشاعر ينبغي أن يتابع كل ما ينشر. وأنا أزعم أنا محمود مفلح أنني قرأت معظم الشعراء العرب من مم. العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. تمام. اسأليني بكل تواضع، أقول هذا، اسأليني عن أي شاعر عربي مم. معروف طبعا وله بصمته، أعطيك نبذة من عن حياته حياته. وأقول لك لقد قرأت هذا الشعر تمام. من العراق إلى المغرب تمام. العربي. نعم. هل كانت دراسة حضرتك برضو متعلقة بالشعر والثقافة والأدب؟ طبعا نعم، أنا درست في قسم اللغة العربية وتخرجت مم. فيها في جامعة دمشق. ممتاز. تأثرت بمين من الشعراء؟ يمكن خلينا نقول من الشعراء من فلسطين وممكن من الشعراء المصريين أيضا. الشعراء الفلسطينيون هناك من نسميه سنديانة الشعر الفلسطيني، أو سنديانة فلسطين الشعرية. هو عبد الكريم الكرمي أبو سلمى رحمه الله. تمام. هذا أبرز شعراء فلسطين في القرن الماضي. تمام. ثم جاء الشاعر المعجزة، الشاعر الطفرة، الشاعر الاستثنائي محمود درويش. وأحب أن أقول هو هنا علم من أعلام فلسطين أيضا. محمود درويش شاعر عالمي. مم. ومحمود درويش عندما خرج من فلسطين أعتقد عام 68 اتجه إلى مصر، وكان يعمل في جريدة الأهرام، وكان مكتبه يقابل مكتب محمد حسين الهيكل رحم الله الجميع. مصر لها فضل على موهبة محمود درويش، هي التي احتضنته وهي التي أطلقته فيما بعد. محمود درويش شاعر استثنائي. نعم. من الشعراء المصريين هل قرأت قرأت لأحد؟ معظم ما كتب الشعراء المصريون، أنا قرأتهم. تمام. أستاذ محمود، احكي لي عن الوسط الثقافي في فلسطين والمنابر الثقافية في فلسطين، وهل هناك صالونات أدبية كما نعلم ويعني نعرفها كثيرا، يعني أو الدائرة الثقافية شكلها إيه في فلسطين؟ وعلما انه حضرتك بتقول ايضا من القريه الصغيره اللي حضرتك نشأت فيها كان فيها شعراء كثر من يعني وادباء. نعم. والى ذلك. نعم. يعني هل البيئه او طبيعه الحياه بتشجع على الاهتمام بالثقافه؟ اولا حتى اكون منصفا استاذه، انا تجولت واقمت في معظم البلدان العربيه، وانا شاعر مغبوط لانني اقمت في معظم البلدان العربية. في فلسطين كنت صغيرا جدا، في سوريا أقمت، في السعودية أقمت، في المغرب العربي أقمت، وفي مصر الآن منذ 8 سنوات. تمام. مثل مصر بالنسبة للنوادي الأدبية، للندوات الأدبية، لم أجدها. يعني كل أسبوع أو كل يوم هنا في مصر تستطيع أن تذهب إلى ندوة شعرية، ندوة أدبية، ندوة نقدية. في حراك غريب هنا في مصر، ويشجعون الإنسان. يعني إن كنت تستحق التشجيع في مصر تمام. سوف يشجعونك. يعني أو يعني إن كنت تملك الموهبة بلا شك ستظهر بلا شك في نعم مصر. ويدعمونك ويشجعونك معنويا طبعا. تمام. يشجعونك ويطلقونك. هذه الصفة لم أجدها في بلد آخر، وجدتها في مصر. يحتفلون بك إن كنت تستحق أن يحتفى به. التجوال في حاجة ذكرت أنه رحت دول كتيرة من دولنا العربية وسافرت وعشت في بلاد كتيرة إلى أن استقريت هنا في القاهرة. هل التجول والسفر والترحال من منطقة أخرى يؤثر على التجربة الشعرية لأي شاعر؟ طبعا طبعا. التجربة الشعرية تتأثر بجداول، جدول الموهبة وهو الأساس. وإذا لم ترفض هذه الموهبة بالثقافة المستمرة تضؤل وتجف،
الموهبة لا تصنع شاعرا وحدها. مم. آه، الجدول الثاني هو الاختلاط بالعالم، المجتمع، مم. وأيضا الرحلات والأسفار. هذا جدول مهم بالنسبة للشاعر. أثرت في حضرتك إزاي في كتاباتك مثلا؟ انعكس ده على كتاباتك وفي القصص أو في الشعر وإلى ذلك؟ أستاذة، أنا لو قرأت ما كنت أكتب في سوريا لوجدت النكهة السورية في شعري. مم. النكهة السورية، الياسمين الدمشقي، تشمونه من خلال الكتابات. ما كنت أكتب في شعري. عندما ذهبت إلى السعودية وبقيت فيها 15 عاما، كنت أعمل موجها لمادة اللغة العربية. أيضا لابد هناك لهم طبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، لابد أن أتأثر. أيضا تجدين البصمة السعودية وكذلك في المغرب والأصالة، العربي وكذلك في مصر وفي المغرب العربي. آه. كل بلد صحيح أننا نشترك كثيرا يعني في قواسم مشتركة كثيرة، مشتركات كثيرة، ولكن كل بلد له خصوصيته ونكهته وله نكهته الخاصة. إذا ده بيعمل ثراء للشاعر أو للأديب أو للمثقف. نعم، ولهذا الشعر اختلف أنا من مرحلة لمرحلة. يعني عندما إيه المراحل اللي حضرتك ممكن تقسمها؟ سؤال جميل ورائع هذا السؤال. المرحلة الأولى هي مرحلة سوريا. تمام. النشأة والبدايات والبواكير. تمام. طبعت حوالي 5 كتب في تلك المرحلة. ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية، المرحلة السعودية، طبعت حوالي 3 كتب. المرحلة الثالثة مرحلة المغرب العربي. المغاربة الأدباء المغرب يتقدم علينا في مادة النقد، في النقد، ويتأثرون كثيرا بالمناهج الأجنبية الأوروبية الفرنسية بالذات. نعم، ويتقنون اللغة الفرنسية. واستفدت كثيرا من قراءاتي في النقد المغربي لنقاد كبار، وكذلك يمتازون بكتابة القصة القصيرة. أيضا يتأثرون بما كتب في الغرب، واستفدت كثيرا أنا من قراءتي في القصة القصيرة المغربية. تمام. القاهرة وعندما جئت إلى القاهرة، يعني ده مرحلة أخرى من الشعر يعني والأدب بدون مجاملة. هي الأم. هي الأم، يعني هو الصدر الحنون الواسع الذي يتسع للجميل. هنا أنشطة، وهنا ثقافات، وهنا عراقة، وهنا حضارة. يعني حوالي 8 سنوات في القاهرة. 8 سنوات. نعم. 8 سنوات. يعني كيف قضيتها في المجال الثقافي أو الأدبي؟ يعني هل طبعا أكيد حضرت طبعا ندوات وصالونات أدبية، يعني نعم. كانت نعم. حصيلة إيه من الأعمال حتى ومن الكتب أو الشعر في القاهرة؟ القاهرة يعني فازت بنصيب الأسد بالنسبة لمطبوعاتي. أنا طبعت في القاهرة 8 دواوين، وهذا الكم لم أطبعه في بلد آخر. كتير كمان على نعم. يعني معدل مثلا كل سنة ديوان تقريبا. تقريبا. نعم. والآن أنا يعني الآن أحضر لديوان جديد، لا أدري قد يكون الأخير في حياتي. لا إن شاء الله يكون لا أدري أنا، لكنني الآن أضع اللمسات الأخيرة عليه. تمام. وإن شاء الله إذا الله منحني العمر لابد أن أكتب سيرتي الذاتية. الأصدقاء والأكاديميون أصدقائي يلحون علي أن أكتب سيرتي الذاتية، لأنها تجربة طويلة وغنية وثرية، وأيضا القارئ يستفيد مما سوف أكتب. طب إيه رأيك نبتدي كده نسمع حاجة؟ تمام. أقرأ نصا عن قرية سمخ التي أتمنى أن أعود إليها. أقول فيها: سمخ والتراب مسك وعنبر، جل من أبدع الجمال وصور. سمخ بلدتي ومسقط قلبي، وبها العيش كان لوزا وسكر. قد عشقنا فجر البحيرة فيها، وشممنا بها النسيم المعطر. ما ألذ الشراب ماء زلالا، وألذ الطعام زيتا وزعتر. إن كوخا بها يعادل قصرا فارها من قصور كسرى وقيصر. لم أجد في الحياة بعدك طعما. أنا أمشي على زجاج مكسر، وبها البرتقال يكتب شعرا. فاسأل التين عن قصائد مرمر أيها الجيل، إن جذرك باق فتوغل في حبها وتجذر. شهد الله ما تغيرت يوما منذ فارقتها ولن أتغير. ما شاء الله. يعني حضرتك قلت لي ملاحظة إنك لما تكتب الشعر في سوريا بتشعر بأنها نكهة سورية. أنا دلوقتي وأنا بسمع حضرتك
انا خلاص بقى عندي صوره شعريه وصوره ذهنيه قريه سمح شكلها ايه. يعني حسيت بالقريه يعني. نعم، هذا ما أردته أنا، لأنها من القلب، هي تمام. قصيدة من القلب، ليس فيها شيء من التكلف أو التصنع. حضرتك بتكتب اللغه العربيه الفصحى، هل لك نمط معين في كتابه الشعر؟ لا، أنا أكتب على السجية بدون تكلف. مم. أنا لا، يعني أعتذر لهذا التعبير، لا أغتصب القصيدة. مم. القصيدة إذا لم تأتي إلي مم. طائعة راضية لا أكتبها. مم. أظلها أحيانا تغيب عني شهر أو شهرين تمام. وأتضايق من هذا، ولكنها تأتي فجأة فأسجلها على الورق. كتبت في ايه في الشعر؟ يعني تكتب هنا للوطن، كتبت للاغتراب، كتبت لل... ايه الموضوعات اللي حضرتك بتكتب فيها في الشعر؟ أهمها هي الاغتراب والهجرات وكذا. أنا أعيش في وضع صعب. يعني أنا أولا أسرتي كل واحد يعيش في بلد. مم. أنا عندي 7 أولاد مم. وليس أحد منهم قربي إلا واحد منهم. مم. واسمحي لي أن أقول توفيت زوجتي هنا من عامين مم. ولم أجد أحدا يقف بجانبي من أولادي. كلهم غائبون، كلهم هي راحلون طبيعة في الحياة أمريكا والسفر وفي السويد والهجرة. وفي أوروبا وفي السعودية وفي الإمارات وفي ألمانيا، والله العظيم، وفي السويد. هذه البلدان يقيم فيها أولادي. هل يا أستاذ محمود كان لك فرصة أنك تتجول في دول أوروبية أيضا، تعيش في دول أوروبية، ولا كان كله في الدول لا، العربية؟ هنا في القاهرة فقط للأسف. في الدول العربية. لا، لم أخرج من القاهرة منذ أتيت إلى القاهرة. مم. القاهرة تتمسك بي. مم. أو تجذبك يعني. نعم، هذا صحيح. يعني كتبت عن الاغتراب والهجرة، كتبت عن الوطن، كتبت عن المرأة، يعني كتبت لي قصيدة أحب أن أقولها لو تكرمت وسمحت لي، بعنوان إلى حبيبتي مصر. اتفضل. مصر لها فضل علي. اتفضل. يعني هي التي منحتني أجنحة لأحلق بها مصر بدعمهم وتشجيعهم وحبهم لما أكتب. والله أقول اسمع جزء منها يا أستاذ محمود. نعم. دعني بمصر ولا تكثر بها الجدل، إني عشقت بمصر السهل والجبل. أمشي وتمشي رفوف الغاليات معي، ما سرت مترا بها إلا وقال هلا. فيها تعلمت كيف الشعر أطلقه وكيف أقنص فيه الظبي والحجل. ظلت قصائدي العجفاء ظامئة حتى تراءى بها الغيم الذي هطل. ورحت أركض من ماء إلى شجر، ورحت أشرب منهوما بها العسل. ورحت أسمع شعرا بز قافيتي أقول من أين هذا السحر قد نزل. أركض بخيلك إن النيل مغتسل، ما أطيب النيل مشروبا ومغتسلا. جميل. القصيدة طويلة جدا، ولكن نظر النيل في القاهرة له سحر خاص، أو النيل في مصر، تأثرت به؟ بلا شك بلا شك بلا شك. هو يعني اللي يرفض أي شاعر مهما كان الشاعر بليدا، لو تمشى على كورنيش النيل لا بد أن يكتب نصا أو يكتب قصيدة. حضرتك يمكن مش شاعر بس، لكن أيضا أديب، كتبت القصص، تكتب أيضا في النقد الأدبي. يعني أعمالك مثلا في مجال القصصية، يعني كتبت كم نعم، أنا كتبت 4 مجموعات قصصية. طبعت 3 منها مطبوعة، طبعت أكثر من مرة. والمجموعة الرابعة للأسف ضاعت عند الناشر الذي أرسلتها إليه. ولكن أنا توقفت عن كتابة القصة القصيرة عام 86 أو 87. وجدت أن القصة تزاحم الشعر عندي، وأنا يمكن الشعر هو الشعر في دمي مسيطر بالضبط. فتفرغت للشعر أكثر. وكتبت في النقد. لدي كتاب مخطوط بعنوان دراسات في الشعر السعودي المعاصر. درست أكثر من 20 أديبا سعوديا، ولكن للأسف ما زال مخطوطا، لم أتمكن من طباعته. طيب خلينا نتوقف عند النقد. هل احنا محتاجين، يمكن في الماضي كانت في حركات نقدية كثيرة وفي كتب كثيرة تفند وترصد الشعر أو الأدب أو الرواية، هل احنا محتاجين في الفترة دي، في هذا العصر على مستوى العربي، ان احنا ننشط عملية النقد مثلا، او الترجمة من ثقافات اخرى ننقلها الى المنطقة العربية؟
طبعا الترجمة ضرورية حتى يطلع علينا الآخرون. أما النقد، للأسف النقد يقع عندنا في إطار الشلالية، يعني إن لم أكن صديقا أنا أو قريبا لناقد ما لا يتعرض لما أكتب. للأسف هذه ظاهرة مزعجة في الوطن العربي كله، شلالية النقد وعدم الإنصاف. لا ينطبق هذا على جميع النقاد. هناك نقاد منصفون أصحاب ضمائر حية ويبحثون عن المواهب الأدبية الحقيقية تمام. وينشرونها. أما معظم الذين يكتبون بدافع مصلحة، بدافع صداقة، بدافع قرابة، وهذا في نظري هو الذي أفسد الشعر وأخره. الشعر على مستوى المنطقة العربية كيف تراه الآن؟ الشعر. هناك مقولة تقول: ما أكثر الشعر وما أقل الشعراء، أو عفوا ما أكثر الشعراء وما أقل الشعر. الشعراء يملؤون الصحافة كلها بالآلاف. شوف الفيسبوك مثلا، وهذا تجدين آلاف الشعراء كلهم يكتبون، ولكن الشعراء الحقيقيون أقل من القليل. علينا أن ننبش بيدرا حتى نبحث، حتى نجد حبات من القمح. يعني بيدرا من القش علينا أن ننبشه حتى نعثر على حبات من القمح. منذ المتنبي إلى الآن لم نذكر إلا 10 شعراء، يعني من 1000 سنة لم يخلد إلا 10 شعراء خلود الحقيقية. هل الشعر من أكثر الحاجات اللي بتجمعنا كعرب في مجال الثقافة؟ الشعر والأدب طبعا الحاجات اللي بتجمعنا كعرب. المفروض هذا الضمير الأدبي العربي واحد، والهم العربي واحد، والقضايا الكبرى واحدة. الشاعر الذي ينفصل عن قضايا أمته العربية، ويعني هذا يسيء إلى نفسه أولا ويسيء إلى جمهوره. وأنا أستاذة حقيقة أحب أن أقول شيئا مهما في هذا الصدد. أنا لا أشجع الكتابة بالشعر المحلي، لأنه لو قرأت أنت نصا بالشعر المحلي المغربي لا تفهمين منه حرفا واحدا أو كلمة واحدة. أيضا لو قرأت قصيدة بالشعر المحكي المحلي الخليجي من الصعب أن النبطي اللي هو الشعر النبطي. النبطي. أنا عشت هنا 15 عاما وحتى الآن لا أفهم تقريبا، لا أستوعب ما يكتبون في الشعر النبطي. وكذلك في مصر لغتها دارجة معروفة في العالم كله بسبب الأفلام وبسبب كذا. صحيح. يعني اللغة المصرية صحيح. لغة مفهومة. يعني ختاما لحواري مع حضرتك أستاذ محمود، ما تتمناه للأدب والثقافة والشعر في المنطقة العربية؟ أتمنى أن تهتم أنظمتنا بالثقافة اهتماما أوسع، وأن تبحث عن الموهوبين الحقيقيين والشعراء الحقيقيين وتكرمهم في حياتهم وقبل مماتهم، لأن تكريم الشاعر بعد موته لا يستفيد منه شيئا. يستحسن أن يكرم وهو حي إذا كان يستحق التكريم. لو وضعنا عنوان لسيرتك الذاتية وخصوصا في أيامك هنا في القاهرة، ماذا تقول؟ سيرتي الذاتية قبل القاهرة: سيرتي الذاتية محمود مفلح، أديب فلسطيني ظلم كثيرا لم ينل حقه. أنا عندي 21 كتابا مطبوعا و10 رسائل في الدكتوراه والماجستير نوقشت في شعري وأدبي، وشعري درس ويدرس في 3 جامعات عربية، ومع ذلك لم أنل حقي كما ناله غيري ممن هم أقل مني إنتاجا. أتمنى أن ينصفني الناقد كما أنصفني القارئ. الجمهور أنصفني، أعطاني أكثر من حقي، أما النقاد لم ينصفوني. أتمنى لك التوفيق دائما، ودائما يكون في إنتاج جميل من شعر حضرتك. وبشكر جدا الأديب والشاعر الأستاذ محمود مفلح من دولة فلسطين ويعيش هنا في القاهرة. كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا جزيلا، وأنا طبعا سعيد جدا بهذا اللقاء. شكراً. وأتمنى لكم كل التوفيق. أشكرك، وانتهت حلقة اليوم ونراكم على ألف خير الأسبوع القادم. إلى اللقاء.